الكرياتين مونوهيدرات يعتبر من المكملات الغذائية الشائعة بين الرياضيين، ولا يعتقد أنه يسبب آثاراً جانبية خطيرة عندما يستخدم بشكل صحيح. ومع ذلك قد يواجه البعض بعض الآثار الجانبية البسيطة أو المؤقتة، خاصة إذا تم تناول الجرعات بشكل غير صحيح أو إذا كان الشخص يعاني من بعض الحالات الصحية. الآثار الجانبية المحتملة تشمل احتباس الماء. أحد الآثار الشائعة هو احتباس الماء في العضلات، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مؤقت. هذا يحدث عادة في الأسابيع الأولى من استخدام الكرياتين. مشاكل في الجهاز الهضمي. بعض الأشخاص قد يشعرون بآلام في المعدة، غثيان أو إسهال عندما يتناولون جرعات كبيرة من الكرياتين. زيادة الضغط على الكلى. هناك بعض المخاوف المتعلقة بالكرياتين بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. رغم أن الدراسات لم تظهر دليلاً قاطعاً على تأثيره الضار على الكلى في الأشخاص الأصحاء، يفضل للأشخاص الذين لديهم مشاكل كلوية استشارة الطبيب قبل استخدامه. الجفاف. بسبب احتباس الماء قد يزيد خطر الإصابة بالجفاف، لذا من المهم شرب كميات كافية من الماء أثناء استخدام الكرياتين. إذا كنت تفكر في استخدام الكرياتين أو بدأت بالفعل في تناوله، من الأفضل استشارة مختص طبي أو أخصائي تغذية للتأكد من أنه يناسب احتياجاتك الصحية. هل جربت الكرياتين من قبل؟